السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله الفيديو بتاعنا بسيط. النهاردة هنعمل مع بعض فرع شجرة بخيط السلسلة. شكله بيبقى حلو قوي، تقدري تزيني بيه اي قطعة بتاعتك. كمان تقدري تشبكي لو عملتي مفرش بخيط السلسلة ورد ولا حاجة، تقدري تعملي كذا فرع من ده وتشبكي فيه، بيبقى شكله حلو قوي. طريقته سهلة خالص. انا هنا اشتغلت طبعا خيط السلسلة بيبقى كذا سمك، بتشتغلي بإبرة مناسبة للخيط. انا اشتغلت بإبرة 4.5 مع السمك بتاعي. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنعمل الدايرة السحرية بتاعتنا اهو بالشكل ده كده، وبنسحب اللي من جوه. تتكون عندي الدايرة المقفولة، بمسك الخيط الطويل وارتفع سلسلة عشان اثبتها. تمام. جوه الدايرة دي هعمل 12 حشو، ملناش دعوة بالسلسلة دي، ارتفاع بس. ماشي. ضيق الدايرة، اعمل اخر اهو. شد الدايرة بقى بتاعتي على قد ما اقدر، احاول اقفلها اهو. هي مش بتقفل خالص، كلها خيط السلسلة صعب ان انتي تقفليه. طب هنقفل فين؟ في اول حرف في اهو. اول حرف في معانا هندخل تحتيه ونقفل بمنزلقة اهو. تمام، احنا قفلنا الدايرة بتاعتنا. طيب انا ارتفع سلسلة، وفي نفس الغرزة اللي احنا قفلنا فيها بمنزلقة دي هندخل فين؟ بصوا معايا، في الحلقة الخلفية اهو. ادخل فيها واسحب الخيط، وبعدين ادخل في الغرزة اللي بعدها تحت حرف الفي كله. ركزوا معايا بقى اهو. واسحب معايا 3 حلقات، هلف واطلع من 2 2. ادي 2، يبقى معايا 2 كده بنشكل ورقة الشجر. هرتفع تاني سلسلة. بصوا بندخل فين بقى؟ شايفين الحلقة اللي ظهرنا دي اهي؟ تمام. مش بندخل في اول واحدة، بندخل في دي. ماشي. وندخل في دي هي اللي بعدها دي، ونسحب وندخل في الغرزة اللي بعدها برضو. نيجي بقى هنا ونروح داخلين في حرف الفي كله. يلا نشوف مع بعض اهو. بدخل هنا واسحب، وفي اللي وراها واسحب، وفي دي كمان اهو. اجي بقى في دي وادخل تحت حرف الفي كله. معايا كام؟ 1 2 3 4 5. هلف واطلع من 2، بعدين الف واطلع من 2، بعدين الف واطلع من 2، واطلع من 2 واخد سلسلة. وبص تاني هدخل فين؟ ما بدخلش في اللي هي اخر واحدة اهو، اللي ظهرالي دي اهي، دي وبعدها دي طالعة بره اهي، وبعدها دي. بصوا معايا بقى، دي الواسعة شوية اللي هي قفلت فيها اخر سطر اللي فات، ما بخشش فيها اللي انا قفلت بيها، لا، هدخل في اللي بعدها دي. وهنا في حرف الفي كله اهو. بدخل هنا 1 2 3 اهو. دي اللي شابكة هنا في الدايرة اخر واحدة، لا، هدخل في اللي بعدها برضو في حرف الفي، واللي بعدها بدخل في حرف الفي كله اهو. واروح طالعة برضو من 2 2، حلقتين حلقتين بالشكل ده كده اهو. 2 2، واروح واخدة سلسلة واجي هنا. بص هدخل فين اهو؟ اللي داخلة لجوه دي شبه سلسلة العظمة اهي، في الحلقة الخلفية. وهدخل في دي، وهدخل في دي في الخلفية اهي،
ودي. طب ديت اللي هي شبكة في الدايرة، لا مش هدخل فيها، هدخل في اللي بعدها واللي بعدها تحت حرف الفي كله اهو. سوري اهو، 1 2 3 4 اهو. هاجي عند دي مش هدخل فيها، بص شكلها عامل ازاي، واسعة. هاجي في اللي بعدها اروح داخله في حرف في الحلقة الخلفية، واللي بعدها اروح داخله تحت حرف الفي كله، واروح سحبة واطلع 2 2 2 2 واخر 2، واروح مرتفعة سلسلة. بصوا الفرع بدأ يتشكل معانا تاني. هدخل فين اهو، اهي اول واحدة دي بتاعت الحلقة اللي انا طلعت منها ما بخشش فيها، تانية تالتة اهي، الرابعة الخامسة. بصوا دي اللي شابكة في الدايرة، لا اللي بعدها واللي بعدها تحت حرف الفي كله. نعمل مع بعض اهو، هي تلاقيها ظهرالك كده باينة. 1 2 3 4 5 اهي. الواسعة دي ما بخشش فيها، ادخل في اللي بعدها في الحلقة الخلفية، واللي بعدها اخد حرف الفي كله واطلع من حلقتين حلقتين، اسحب الخيط وحلقتين حلقتين اهو الشكل ده، وارتفع سلسلة. تمام، كرر تاني. بصوا فين اهو، باينة اهي اهي، 1 2 3 4 5 6. بصوا الواسعة دي اهي اللي شابكة في الدايرة، لا ادخل في اللي بعدها في الحلقة الخلفية، اللي بعدها تحت حرف الفي كله. يلا نشوف مع بعض. ثواني اهو، 1 2 3 4 5 6. اللي بعدها دي لأ، ناخد اللي بعدها 7، والتانية تحت حرف الفي 8، واطلع من 2 2 اهو اهو بالشكل ده. عايزة اقولك بقى ان انت ممكن واخد سلسلة، ممكن تكتفي بيه كده، ممكن ترتفعي سلسلة وترجعي تكملي اهو، تاخدي مثلا لحد مرتين كمان هيكبر معاكي الشكل. طب لو عايزة تعملي منه قاعدة زي اللي انا عاملاها في الفيديو اللي قبل كده بس بورق الشجر. احنا هنا بدأنا ب12 حشو صح، ممكن تبدأي بايه، مش ب12، ممكن تبدأي ب16 20. كل ما هتزودي في عدد السلاسل كل ما هتظهر معاكي بحجم اكبر، شكله يبقى جميل بقى، ورقة شجر طبق كده وتحطي برضو عليه اي حاجة. تمام، يا رب الفكرة تكون وصلت لكم. بتاخدي بعد كده سلسلة تثبيت وتشدي الخيط وتنضفيه في الخلف. يا رب الفكرة تكون وصلت، ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش بلايك وشير، ولو مشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي الجرس.